الجزء الرابع اللي بعد كده هو جزء القراءة، هنقرأ فيه بإذن الله مع بعض كتاب، وهنشرح الكلمات والقواعد اللي فيه، وكمان هنشرح الكتاب نفسه. وبالمناسبة يعني أول كتاب هنبدأ بيه هو كتاب Unlimited Memory، الذاكرة اللامحدودة. كتاب من أقوى الكتب وأفضل الكتب اللي أنت ممكن تقرأها، لأن إحنا في الكتاب دوّة مش فقط هنتعلم كلمات وقواعد، إحنا هنتعلم عقلك بيشتغل إزاي وبيتعلم إزاي. مؤلف الكتاب كيفن كان بيعاني من صعوبات في القراءة لمّا كان صغير، وكان دايمًا مش بيقدر إن هو يركّز في المذاكرة، ودايمًا كان بينسى كل حاجة. لكن مع الوقت بدأ إن هو يقرأ ويتعلم ويجرّب طرق جديدة لتقوية الذاكرة، وأصبح أحد أبطال العالم في الذاكرة، وكسر أرقام قياسية في حفظ الأرقام والكلمات والمعلومات. الكتاب ده بقى اللي هنقراه مع بعض بإذن الله. كيفن زي ما قُلت لك اللي هو مؤلف الكتاب بيكشف أسرار العقل، وبيشرح لك إزاي أي شخص مهمًا كان بينسى أو بيتشتت يقدر يدرّب دماغه على إن هو يحفظ معلومات أكتر، ويفتكر أسرع، ويركّز بشكل أحسن. كتاب شيّق ومثير جدًا، ومن ضمن يعني المعلومات اللي بإذن الله هنتعلمها فيه، إزاي إنك أنت تخلّي أي معلومة تفضل ثابتة في دماغك، وإزاي تربط الكلمات ببعض، وإزاي تقسّم المعلومات وتستدعيها وقت ما تحتاجها. وإزاي كمان تحسّن تركيزك بشكل كبير جدًا. فمش فقط إحنا هنتعلّم من الكتاب دوّة إنجليزي وقواعد وكلمات، إحنا كمان هنتعلّم معلومات قيّمة ومفيدة لأقصى درجة. طب بالمناسبة طلاب الثانوية ممكن يستفادوا إزاي من الكورس دوّة؟ طالب ثانوي أنت محتاج حاجتين، قواعد وكلمات. القواعد قُلنا هنشرحها في جزء منفصل. طب الكلمات، إحنا بإذن الله في جزء الكتاب فقط، ده غير جزء الأفلام، ده غير جزء ملفات الPDF، ده غير باقي الأجزاء التانية، هنستخرج بإذن الله وهنشرح مع بعض كمية كلمات، يعني عايز أقول لك كمية كلمات كبيرة جدًا بس اللي يحفظ. فأنت هتستفاد كمية كلمات كتيرة جدًا بإذن الله، هتساعدك في القطعة، لإن أصعب سؤال بالنسبة لأي طالب في ثانوي هو سؤال القطعة، وللأسف بيعتمد على حصيلتك اللغوية. فأنت لو هدفك إنك أنت بإذن الله تجمّع كلمات كبيرة جدًا، ففي الكورس ده بقى بإذن الله هتقدر تجمّع حصيلة كلمات محترمة جدًا، جدًا فوق ما تتخيل، هتساعدك إنك أنت إن شاء الله تقفّل سؤال القطعة، بالإضافة للترجمة طبعًا، دول أكتر حاجتين معتمدين على حصيلتك اللغوية، القطعة والترجمة.